لا ما شاء الله الكورسات وايد حلوه تبارك الرحمن، حتى رشحتها. انا يعني بلوجر بالكويت ومدرب معتمد حق الدورات وكذي، فرشحت ما شاء الله دوراتكم حق صديقاتي، يعني قلت لا تطوفونهم تبارك الرحمن، يعني حيل حيل شغلهم واضح ومفهوم. انا اقصد ان لما افتح القالب من تحت الاسفل يكون مطفي. ليش يصير مطفي؟ يعني ليش ما يكون لمعه؟ ليش يكون يعني الريزن مطفي؟ يعني انا ما ادري هل هو بسبب القالب او ما ادري، يعني هذا اللي ما فهمته. طيب خلينا نتكلم عن المشكله ديت بكل صراحه. بس اولا انا عايز اسالك، هو انت عارف ليه القالب بيطفي؟ سبب ان الريزن وهو بينشف بيعمل حراره، والحراره ديت في بعض الانواع احيانا بتبقى عاليه شويتين زياده عن اللزوم. وهو بينشف مع وجود الحراره العاليه دي، الحراره ديت بتسحب اللمعه بتاعت القالب، فالقالب للاسف غصب عنه كعمر افتراضي اللمعه بتروح منه. وخليني دلوقتي اشرح لك انا قصدي ايه بالظبط. زي ما انت شايف قصادك كده قدامك قالبين، اكيد انت عارف انهي بيلمع وانهي حلو وانهي وحش. طيب ايه اللي حصل في القالب المطفي دوت؟ اللي حصل ان القالب دوت اتصب عليه عدد مرات كبير جدا، القالب بقى مطفي وما فيهوش اي لمعه. بخلاف القالب الجديد اللي انا لسه فاتحه قصادك دلوقتي، هتلاقي جواه لمعه كبيره جدا ولمعه حلوه قوي. في الطبيعي المفروض انواع الريزن الكويسه وهي بتنشف ما توصلش لدرجات حراره عاليه تعمل المشاكل دي. بس هل المشكله بتبقى من الريزن بس؟ لا، في الحقيقه احيانا جوده القالب ذات نفسه بتبقى رديئه جدا لدرجه ان انت مجرد ما تصب عليه 5 6 صبات اللمعه بتاعته بتروح. وانت كمان بقى لو عندك اي سؤال او استفسار يخص القوالب او الريزن او الكونكريت او الشمع او الهاند ميد عموما، ابعته لي وانا هجاوبك عليه.